السلام عليكم. إن شاء الله نبدأ في الأسعار على طول عشان ما نطولش على حضراتكم من غير مقدمات. أسعار اليوم الأربع 16/8/2023. أسعار الرز الأبيض على أول اليوم: رز أبيض عريض على جودة، زيت وبخار وسوليتكس، بضاعة كسر من 8 إلى 10%. أعلى بضاعة في السوق ب21,000 من أرض المضرب. ده بالنسبة لأسعار الرز الأبيض البلدي الصافي. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع: أعلى جودة، زيت وبخار وسلوتكس، أعلى بضاعة في السوق ب19,200 من أرض المضرب. ده مبدئيا بالنسبة لأسعار الرز الأبيض. بالنسبة لأسعار الرز الشعير القديم هنتكلم عن القديم والجديد إن شاء الله. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض، الشعير القديم: شعير عريض وصال للمضرب ب13,800 وصال للمضرب. وشعير رفيع وصال للمضرب يتراوح السعر من 12,700 إلى 12,800. لما بنقول يتراوح السعر من كذا إلى كذا، يعني في ناس اشتغلت بالسعر القليل وفي ناس اشتغلت بالسعر العالي. ده بالنسبة لأسعار الرز الشعير وصل للمضرب. بالنسبة لأسعار التنفيذ من أرضه: التنفيذ في الشعير العريض من 13,600 إلى 13,700. برضو عشان الناس، حد علق لي امبارح، ده بيختلف على حسب النولون وعلى حسب طريقة السداد. بالنسبة لأسعار الرز الشعير الرفيع من أرضه: من 12,500 إلى 12,600. وفي الأسعار عموما ممكن تزيد 200 أو تقل 200 حسب المنطقة والمكان اللي حضرتك فيه. ده بالنسبة لأسعار الرز الأبيض والشعير القديم. بالنسبة لأسعار الرز الشعير الجديد، قبل ما نقول الأسعار، في حاجات بسيطة جدا الناس بتقع فيها، يعني ممكن تضيع محصول. فاشتغل صح عشان لما يبقى عندك المحصول تبقى مطمن. يعني لما تطلع الرز ان شاء الله، ربنا يجعله موسم خير ان شاء الله، لازم تحمص الرز كويس وتنشفه كويس على المفارش بزيادة يوم على المفرش، عشان الموضوع ده مهم جدا، مهم جدا في تسويق بضاعتك او تخزينها. ومهم جدا في التخزين بالذات. يعني في التخزين بالذات، لو البضاعة مش ناشفة كويس وحمصانة كويس ممكن تضيع منك البضاعة. فعشان خاطر ما تقعش في الخطأ ده، زيادة يوم على المفرش، وتقلبه كويس على المفرش، عشان الرز لما تبقى مخزنه تقاوي او اكل، او مخزنه ما انتش عايز تبيع، تبقى مطمن ان المحصول مش هيجراله اي حاجة. ده يعني مع مخزن كويس وتهوية، ممكن الرز لو متحمص يقعد سنتين وانت مطمن، عشان بس الناس تبقى واصل لها المعلومة كويس. بالنسبة لتنفيذ الرز الرفيع اليوم الجديد: ب12,000 إلى 12,200 من أرض المفرش، من على أرض الفلاح. يعني الأسعار دي من أرض الفلاح، دي أسعار تنفيذ بشاير قليلة في السوق، فدي أسعار التنفيذ الفعلية من على أرض الواقع. ده بالنسبة لأسعار الرز اليوم. بالنسبة لأسعار المخلفات: السرسة المطحون ب1200 إلى 1300، الكسر الناعم ب12,000، والجونة ب10,800. بالنسبة لأسعار الذرة: الذرة البرازيلي صب أرضه في المينا ب13,500، والذرة الأرجنتيني صب أرضه في المينا ب13,500، والذرة الأوكراني ب11,800 صب أرضه في المينا. الأوكراني والبلغاري والروماني والأمريكي والصربي دول سعرهم كله واحد. بالنسبة لأسعار الصويا: الصويا 44% ب25,500 للطن صب أرضه في المينا، و46 ب27,000 للطن صب أرض المينا. ده بالنسبة لأسعار الصويا.
بالنسبة لأسعار الذرة المحلي، هنتكلم هنا في الذرة المحلي عن أسعار الذرة الحب وأسعار الذرة الفارط، الذرة الأرداب الكيزان. بالنسبة لأسعار الذرة الحب، الأبيض من 11 و500 إلى 11 و700 تنفيذ لدى التجار اليوم، تنفيذ فعلي من على أرض الواقع، تنفيذ فعلي من على أرض الواقع ومفيش عرض. يعني العرض في الذرة المحلي قليل، يعني حتى الناس اللي عندها بضاعة مش بتعرض. بالنسبة للذرة الأصفر المحلي للطن ب12 ألف إلى 12 ألف و300 من أرضه، من أرضه طبعا الذرة المحلي الأبيض والأصفر. نيجي لأسعار الذرة الأرداب بالذرة. أما أقول أسعار الأرداب عشان بس ناس علقت لي امبارح، ده سعر الأرداب بالذرة كيزان بالألاويح بتاعته. إنما في ناس بتقول لي هو والأرداب وزنه 220 كيلو اللي لسه طالع من الغلاف بتاعه. عشان الناس، في حد علق لي امبارح وقال لي إن الأرداب عندنا 140 كيلو. دي 140 كيلو ده ممكن يكون ذرة حب أو معرفش والله المقياس بتاعه ايه، بس المقياس بتاع الذرة الكيزان ب220 كيلو اللي لسه طالع من الغلاف بتاعه. الأرداب الأصفر من 1300 إلى 1350، والأرداب الأبيض من 1200 إلى 1300. ده بالنسبة لأسعار أرداب الذرة الأصفر والأبيض. والأسعار برضو في الأول وفي الآخر، وبنعيد وبنزيد في الكلام ده، بتختلف من مكان إلى آخر، بس كلها بتبقى قريبة من الأسعار اللي بنقولها لحضراتكم. ده بالنسبة لأسعار الذرة اليوم. بالنسبة لأسعار الفول البلدي، الفول البلدي تلاجات البضايع العالية الرفيع الأرداب ب155 كيلو من 4900 إلى 5100. وبرضه في حد علقلي امبارح وقال سعر الأرداب الحقيقي، الفول الحقيقي. يعني حضرتك انت اتفرجت على الفيديو وسمعت انا بقول لحضرتك الفول بكذا، بتقول لي في التعليقات السعر الحقيقي. ما هو ده السعر الحقيقي، وانا مش هقول الا السعر الحقيقي. بالنسبة للفول البلدي، الفول العريض من 4600 ل4800 للأرداب برضه 155 كيلو. أسعار البرسيم الأصفر من 6200 إلى 6400 للأرداب. الأرداب على وشه 180 ومتعقب 168، وده المقياس اللي ماشي بيه في المنطقة بتاعتنا. ده بالنسبة لأسعار اليوم. طبعا لو في أي جديد إن شاء الله هنقول لحضراتكم هنا على القناة. اللي مطلوب من حضرتك تشترك في القناة وتفعل الجرس. تفعيل الجرس بيوصل لك إشعار بالفيديو على طول أول ما بيتحمل. يعني مجرد ما الفيديو يتحمل على القناة، لو انت مفعل الجرس بيوصل لك على طول إشعار إن الفيديو وصل عندك. لأن برضو في ناس سألتني وتقول لي فين الفيديو الصباحي. هو الفيديو الصباحي نازل من بدري، فعشان خاطر يوصل لك على طول فعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.